السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام إلى البلاطو العابيسي توت والحديث عن الوحوش الأمريكية اللي تجسد في ترامب والحكومة ديالو الجديدة. تقول وحوش لا ترحم، فلهذا تقول ستدفعون الكثير والكثير مع الوحوش اللي جات مع ماكرون، سواء من دوغوليين أو من الماكرونيين. تقول لهم وجدوا راسكم، وفي نفس الوقت يعرج على نقاط اخرى بانت في هذا الاسبوع. مشاهدينا الكرام ما نطولش عليكم، خليكم تشوفوا اشنو قال عليهم، وفي اخر الفيديو ان شاء الله نتلاقاو. كنقول مره على القناه ديالنا، ما تنساوش من دعمكم للفيديو ان شاء الله. إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 والساعة 10:25 مساء بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك وعبر التيك توك. أزل فلاون إخواني، حياكم الله أينما كنتم. بطبيعة الحال لعلكم لاحظتم أنه لأن هذا الموضوع ربما ما علقتش عليه من قبل، وحتى لا أنساه وأعلق عليه هنا الآن. كانت خرجت قبل 3 أيام خرج بيان من وزارة الشؤون الخارجية، ما يسمى بوزارة الشؤون الخارجية، وقالوا من أن يا ليت المساعد يبعث لي البيان، لأن كان بعثوا لي وما كنتش تعرضت له يومها. المهم ملخص البيان يقول باللي راهو فيه جريدة خاصة نقلت على لسان الرئيس الخطاب اللي ألقاه بدل عطاف في اللقاء في الرياض، بأنه الجزائر تطالب بفرض عقوبات بما فيها قطع البترول كما حدث في 73. خرج بيان وزارة الخارجية مرعوبين، قال أن هذا ما قالته هذه الصحيفة ليس صحيح، وأن ما قالته على لسان الرئيس اللي يتكلم بها عطاف هناك ليس صحيح، وإحنا نريد فقط أن تتم معاقبة الكيان، إحنا ماناش مع هذه 73 وقطع البترول. الرعب تملكهم، الرعب. ومع أن الصحيفة اللي صدر في هذا الأمر ربما ما يقراوهاش 1000 واحد، صحيفة من الصحافة نتاع القذرة اللي تقدس العصابة باللغة الفرنسوية، لكن الحكمة كلها جات في اللغة، ربما في اللغة الفرنسية. هو أنه ما دامها تنطق باللغة الفرنسية بالك يقراوها الفرنسيس، أو يقراها كاش مسؤول في سفارة أمريكا أو في سفارة إيطاليا، أو يقول لهم كيفاه تحبوا تمنعوا علينا البترول انتوما. فملكهم الرعب وراح يخرجوا في البيان. كون ما خرجوش البيان ربما ما كاش واحد يسمع بالموضوع أصلا، وكانوا قادرين حتى يبعثوا مانيش عارف أنا توضيح لأسيادهم في السفارات، يقول لهم راهي واش قالت الإكسبريسيون، لأن هذه هي اللي خرجت الكلام، هذه جات تزايد عليهم. هذه واحدة من الجرائد اللي ما بقاش في الجزائر. الجزائر ما كانش درك جريدة تنتقد نظام الحكم أو تنتقد قرار، حتى وزير ما ينتقدوش إلا إذا أمروا. إذا شفتوا هناك نقد لوزير أو نقد لوالي أو نقد لجهة معينة، أعرفوا باللي طلب منهم أن يفعلوا. ينفيش كلهم يأكلوا في الريع اللي هو سحت، يأكلوا في أموال الحرام باش تمشي جرائدهم اللي السردين وما يتباعش فيها الآن. السردين لأنه ولا غالي ما ولاوش الناس يستخدموا هذه الجرائد، هذه الجرائد تطبع باش ترمى، لكن ما بين طبعها ورميها تذهب المليارات إلى جيوب آكلي السحت، هذون آكلين الريع وآكلين المال الحرام، واللي هي الوطن والإكسبريسيون والسوار ومجموعة طويلة من الجرائد، وجرائد أخرى الشروق والنهار والخبر، وقائمة طويلة، وكاين أسماء ما تعرفوهاش كلها. ما كانتش الناس ما عادش تقراهم، لأنهم عارفينهم راهم يقدمون صورة تماما ما هيش حقيقة على ما يجري، والآن هم عارفينه، هم عارفين نقاط الضعف، ودرك تشوفوا واش راه جاي فيما هو قادم. يا إما يبداو يستسلموا ويسلموا أكثر من اللي راهم مسلمين من مصالح البلاد الاقتصادية والتجارية والثقافية وأشياء كثيرة، وإما يبداو يدفعوا في الأثمان للأسف. معنيين بما يجري في فرنسا لأسباب متعددة. أحد الأسباب الرئيسية هو الارتباط
التاريخي والاستعمار الإجرامي ووجود جالية جزائرية مكونة من ملايين سواء جزائريين بالجنسية الفرنسية أو بدون، وأجيال عندها ارتباط مع الجزائر، ولكن أيضا لوجود نظام حكم يعتمد اعتمادا كبيرا حتى حينما يختلف مع فرنسا، مع الحكم الفرنسي، يعتمد عليها لمساعدته على الصعيد الخارجي. والآن العلاقات راهي سيئة صحيح، لكن ما زال ما راحتش إلى القطيعة، وما اعتقدش تروح القطيعة، لأن هذه العصابة اللي في الجزائر تعرف أن القطيعة مع فرنسا يعني انهيار العصابة ولو بعد حين، خاصة مع مجيء ما يسمى بالصقور في إدارة ترامب. الحقيقة مش صقور، هما وحوش بعبارة أدق، والوحوش أشرف منهم لأن الوحوش خلقت على هذا الشكل. فهذا الإشكال اللي راه اليوم، ولذلك نظام هذا العصابة اللي عندها قلق، فابتعاد فرنسا مشكلة، وبقاء العلاقة كما كانت معها مشكلة، لأن فرنسا يعتبرونها خانتهم في قضية الصحراء الغربية، اللي هي تعتبر قضية مركزية، بها وبموضوع الإرهاب يتم الهيمنة والسيطرة على البلاد والحكم، والسيطرة على الحكم، لأنهم يحاربون الإرهاب، ولأنهم يريدون الصحراء الغربية أن تصبح جمهورية مستقلة كما يقولون ويزعمون. وهذا زعم كاذب خاطئ، لأن لا علاقة لهم لا بالمبادئ ولا بالقيم، وقد تحدثنا في هذا طويلا. إذن هذه المواضيع بالرغم من أنها موضوع داخلي فرنسي، إلا أنه يعنينا مع صعود اليمين أيضا، لأن الحكومة الفرنسية اللي راهي الآن هي حكومة يمين متطرف، ما هيش فقط حكومة اليمين المتطرف التقليدي اللي هي تقود بنت السفاح ومعها بارديلا في ما يسمى بالراسمبلومون ناسيونال أو التجمع الوطني. الآن عندنا يمين متطرف آخر، هو خليط من الماكرونية ومن الديغولية ومن آخرين، وهم أيضا يمين متطرف. والحقيقة أن الناس هناك، خاصة الناس المهاجرين واللي مازال ما عندهمش أوراق، واللي راهم طالبين اللجوء، واللي عندهم قضية الريغروبمون فاميليال، هذو كلهم راح يعانوا مع وجود ترامب والمجموعة اللي معاه، اللي هي الهدف الرئيسي الأول نتاعها هو طرد الملايين من أمريكا. فهذه راح تولي لامود، طرد المهاجرين بآلاف وبعشرات الآلاف ومئات الآلاف في أوروبا راح تولي لامود، لأن أمريكا ستطرد المهاجرين بالملايين، وراهم يحلفوا ويستحلفوا كما تقول العبارة الدارجة باش في العام الأول يخرجوا عدة ملايين، ويقولوا أن هذه المجموعة اللي راهي الآن مع ترامب تجمعها حاجتين يجمعوها فقط، أساسيتين أو 3 أشياء. يجمعها كراهيتهم للأجانب وللمهاجرين وللمسلمين، هذا كواحد، وبالتالي طرد أكبر عدد ممكن من المهاجرين، هذا يتفقون عليه تماما. الأمر الثاني يجمعهم أنهم من عتاة الصهاينة في العالم، ومن أكثر الذين يدافعون على الصهيونية الأشد تطرفا في إسرائيل وهم معه. والأمر الثالث أنهم تجمعهم في كثير من شخصياتهم أنهم مالينينت نارسيسيست أو للنارسيسيست بيرفرس. فهذه أي النرجسيون الخبثاء، وهذه هي إذا كانوا الأمرين الاثنين يجمعوهم ورايحين يتفقوا حول كل المطالب فيها، والضرر هنا للمسلمين سيكون كبير خاصة في فلسطين، إلا أن قضية أنهم يشتركون في صفة الشخصية النرجسية الخبيثة هذه ستفرقهم فيما بعد، وستظهر خصومات طويلة. ربما هذا كش موضوع إن شاء الله كش نهار نهضروا عليه أكثر فيما هو قادم. إذا سمحتوا لي نذهب إلى الملف الجزائري. الحدث تم تحديد $60 أمريكي كصار مرجعي في القانون المالي لسنة 2025،
وتتوقع أبرز المؤسسات المالية العالمية تراجع سعر البرميل خلال السنوات المقبلة، كما سيتم خلال سنة 2025 تمويل المشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع النقل الموجهة لاقتناء المعدات وتجهيزات لإنجاز مشروع الفوسفات المدمج ومشروع الحديد لغرج بلاد، وكذلك العديد من المشاريع الهامة الأخرى. فيما يخص إعادة تقييم المشاريع، بالنسبة لإعادة تقييم المشاريع فهي تمثل 16% من نفقة الاستثمار المتقبل لسنة 2025. هذا ما يسمى بوزير المالية، يسموه فايد العزيز، وهنا راهو أمام ما يسمى بالبرلمان، وراه يقول لهم واش درنا واش ما عملنا واش ما درناش إلى آخره. كلام في كلام. لكن اللي لفت انتباهي هو التناقض الرئيسي بينه وما بين تبون. خلينا نسمعوا واش كان قال تبون قبل فترة، ثم نرجعوا ونشوفوا بالضبط واش قال وزير المالية. يعني راك الآن على أساس راك في نظام واحد، حكومة واحدة إلى آخره. هذا تبون واش يقول؟ ان تو دو كرواسونس النسبة المئوية تاع النمو ب 4.2% حقيقية، باعتراف من الهيئات الدولية. معنا هنا في الطريق الصحيح. سي بور سا كو لازم نواصل باش نوصل ان شاء الله في 2025، نهاية 2025 بداية 2026، ربما السداسي الأول. نعطيك أرقام اللي تخليك تعتز أنك بديت tu es un pays émergent. Tu n'es plus un pays en voie de développement. Fin 2025, début premier trimestre, semestre 2026, le PIB interne, Inch'Allah, va dépasser les 400 milliards de dollars. Inch'Allah. Fin 2026. Maximum. اوكي، De 2026. فان 2026. هو قالوا بداية، بصح الآخر قالوا فان 2026، يعني نهاية عام 2026. المدخول الخام نتاع الجزائر ككل، نتاع البلاد الجزائرية، راح يتجاوز 400 مليار دولار. واش قال اليوم أو أمس وزير المالية؟ جبتها من إحدى المواقع المفرنسة، لأني نعرف أن المواقع المفرنسة على الأقل ما ترتكبش أخطاء في الأرقام، ولأن العصابة تشتغل بالفرنسوية، وإن كان الآن فرنسويتهم ضعيفة جدا يعني في الحقيقة، لكن ما زالوا يشتغلوا بالفرنسوية. فوش يقول؟ وهذا باش نديرهم شوية بيبليسيتي، هذا الموضوع جبته من موقع يسمى TSA، فنقلت طبعت واش يقول وزير المالية. باش ما نطولش عليكم نروحوا في اللي يهمنا احنا، اللي هو انه تبون قال باللي في نهاية 2026 على اقصى تقدير البي بي، البرودوي انتيريور بريت او GDP كما يسمى بالانجليزية، راح يكون، او الناتج المحلي الخام راح يفوت 400 مليار دولار. هو 400 مليار دولار رقم بسيط، لأن قال لك أن البي بي الدخل الخام راه وصل في الجزائر في 2023 إلى 267 مليار دولار. هذا الرقم بالمناسبة منفوخ. كيفاش نفخوه؟ كان في ال 21 و 22 كان يدور في حدود ال 197 200 إلى آخره، ثم مرة واحدة في 2023 ولا 200، في ال 21 كان 167، وبعدها في 22 زاد شوية، لكن مرة واحدة زاد بحوالي 100 مليار دولار تقريبا. علاه؟ راحوا دخلوا السوق السوداء اللي هما مش قادرين لا يعرفوا لا كم قيمتها ولا حدودها ولا واش داخل، مش عارف، لأن السوق سوداء. لكن داروا رقم هكذا ومدوه للبنك الدولي وللأفمي، والأفمي قال لهم ايه خلاص انتم ما لكم تقولوا هذا داخل الاقتصاد، احنا نحسبوه ما كاش مشكل. فزادوا لهم أكثر من 80 مليار دولار أضيفت للرقم الحقيقي اللي كان في حدود 170 180، فولا في 2023 إذن زادوه
نفخوه ب 80 كما ينفخوا الانتخابات ب 80 مليار دولار، فأصبح 267 مليار. مشاهدي الكرام، العربي زيتوت يسلط الضوء على حكومة ترامب المتوحشة، فتقول لك إن كانت الوحوش فالله خلق على ذلك الهيئة، ولكن الوحوش البشرية أشد وأعتى من الوحوش يعني القادمة إلى البيت الأبيض. يعني لا تكف أنيابها عن الدم، فدائما يعني ما تترحمش. فلمستعد يطرد الملايين من الناس، يعني يرشحهم لأمريكا اللاتينية، فهذا لا يرحم الجزائر. فتقول لهم وجدوا راسكم وستكون الضربات قاسية وقاسية جدا مع مع اليمين المتطرف الفرنسي اللي مشكل الحكومة ديال ماكرون. فهاد الناس ما تعرفوش رحبة، وإن كان أن الجزائر لن تقدر أن تقطع يعني شعرة معاوية مع فرنسا لأسباب اللي أسلفناها سابقا، وذكرنا بأن الجزائر يعني النظام العسكري يبقى دائما تحت الحذاء الفرنسي، لاعتبارات أن محولين رزقهم تما وتخاف على مصالحهم. مهما وصلت الدربة ديال القطيعة فغادي يبقاو خاضعين لحقاش أملاكهم تما وتخافوا على راسهم. مشاهدي الكرام، الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا ولقاء ترامب فهو تخلق واحد الوجع في قصر المرادية وعند السكنات العسكرية. مشاهدي الكرام، الأيام المقبلة حاسمة والأشهر المقبلة حاسمة في ملف الصحراء وملف النظام العسكري. مشاهدي الكرام، الفيديو لاحقا والمساعدين الله.